أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 99 من كرة مع العمر، والحلقة 31 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. حلقة النهاردة حلقة استثنائية، هنطلع فيها بره كرة القدم والنادي المصري عشان نتكلم عن إنجاز جميل، إنجاز شرف مدينتنا الباسلة بورسعيد، إنجاز خلانا نشوف اسم بلدنا منور بقوة جنب الأهلي والزمالك، ومتفوق على أندية عندها إمكانيات أكبر من اللي عندنا. نادي بورسعيد فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد، بعد فوزه 25-24 على نادي الزهور في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وكاد نادي بورسعيد أن يصل للمباراة النهائية بعد ما عمل مباراة قوية جدا مع نادي الزمالك في الدور نصف النهائي، وخسر بصعوبة 29-28. وفاز الزمالك بالبطولة بعد فوزه على الأهلي 28-22 في المباراة النهائية. وإن شاء الله في إنجاز آخر قادم عن طريق فريق الناشئين مواليد 2006 اللي تأهل للدور النهائي لبطولة الجمهورية مع أندية الأهلي والأولمبي وسموحة وسبورتنج والزهور، واللي بتقام منافساتها من خلال دوري من دور واحد، يعني كل فريق هيلعب 5 مباريات. وبالفعل بدأ نادي بورسعيد مشواره في هذا الدور ولعب مباراتين، خسر في الأولى 40-34 من نادي سموحة، وفاز في الثانية 41-37 على نادي الأولمبي. وكده نادي بورسعيد لسه له 3 مباريات مع سبورتنج والزهور والأهلي على الترتيب أيام 5 و6 و7 مارس المقبل، وإن شاء الله نادي بورسعيد يحقق فيهم نتائج جيدة عشان ينافس على المراكز الثلاثة الأولى. وفي ختام حلقتنا أحب أشكر كل الناس الحريصة على متابعتنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة. دمتم في رعاية الله.